في أولى مباراة ثروب المدير الفني الجديد لنادي الأهلي بالدوري. أولى مباراته بالدوري، بيفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1. الأهلي لعب الشوط الأولاني شوط 10/10 بالرغم من وجود غلطات في الدفاع، ولكن الاتحاد كان بيلعب على الهجمة المرتدة. الأهلي ماسك كورة الشوط الأولاني استحواذ بنسبة 30% ل 70%، الأهلي 30% الاتحاد، ولكن الهجمات المرتدة أكبر خطر على النادي الأهلي حتى الآن. دفاع سيء جدا النهاردة، الرباعي خط الظهر أسوأ ما يمكن النهاردة، بداية من كوكا، محمد هاني بالترتيب، ياسر بانفعالاته في آخر الماتش، وياسين مرعي بالترتيب كده من الأسوأ فوق: كوكا، محمد هاني، ياسر، ياسين مرعي. 4 النهارده سيئين جدا جدا بجد والله العظيم. هدف اول بقدم من شرقي، من كرة عرضية جميلة من سيد زيزو، من احمد زيزو، وهو هياخد رجل المباراة اكيد 1000000% باسيست وبهدف من ضربة جزاء. اول ضربة جزاء يحرزها احمد سيد زيزو مع الاهلي. وبعد الاهلي ما دخل الهدف الثاني تراجع، اللي هو برضو مش فاهم يعني، حتى مع المدير الفني الجديد نفس الموضوع ونفس الاداء، هدف تاني وبنتراجع، يعني مش فاهم بنرجع ندافع ليه. كوكا مش في مستواه من اول ماتش ما بدا، وكان المفروض يتغير من الاول خالص، بعيدا عن ان هو خد حتى لو الكره دي اصلا ما فيهاش حاجه، يعني هي الكره اصلا بتاعت كوكا ما فيهاش حاجه، بس هو سيء، ما لعبش كوره صح، ما باصاش باصه صح. نفس الموضوع بالنسبه لمحمد هاني، عمل اول 10 دقايق محمد هاني وبعدين ما جاش الماتش تاني، خلاص نام. محمد هاني وكوكا الاثنين من اسوأ ما يكون النهارده. التغييرات طبعا في تغييرات كانت غصب عنه، اللي هي بعد طرد كوكا، ولكن عمر كمال وطاهر محمد طاهر أسوأ تغييرين اتعملوا، وأسوأ لعيبة نزلت الماتش. أسوأ تغييرين وأسوأ لعيبة نزلت الماتش. عمر كمال بيعمل هجمة علينا في باصة غلط، يعني الحمد لله ان الحكم كان في الاخر بيشوط الكرة بدل ما يبصيها، ونزل خط النص وعمل كرة غريبة. مش فاهم، انا مش فاهم عمر كمال بصراحة عمل ايه لما نزل، بمنتهى الصراحة والامانة، يعني ما عملش اي حاجة، باصتين غلط، باصتين غلط، عايز يرقص اتعمل عليه فاول. محتار محمد طاهر الكرة ماشي بيها من على الخط، مش عارف بيلعبها قدام اليمين وهو المهاجم، يعني هو بيلعبها قدام اليمين وهو المهاجم. اتنين ناس دي مش قارين الملعب، مش شايفين الملعب، مش مركزين في الملعب بمعنى اصح. التغييرتين اللي اتعملوا دول، يعني انا كان عندي فضل الاتنين اللي في الملعب زي ما هما ما اتغيروش، وما كنتش عملت التغييرتين دول، لا ده مركز ولا ده مركز، مش عارف بصراحه ليه بامانه. احمد عبد القادر لما نزل رقص ترقيصه ومسك كوره شويه واحنا نازلين مضغوطين، اتطرد من اتحاد لعيب وفضلنا بندافع، يعني بنلعب 10/10 وفضلنا بندافع. ده تعليمات منه مثلا، يعني اسلوب كان مدي تعليمات ان هو ندافع برضو. انا مش عارف بجد بجد، يعني اسوأ ربع ساعة الاهلي لعبها في الدوري، اسوأ ربع ساعة الشوط التاني النهاردة من بعد ما الاتحاد دخل الجول بتاعه. بمنتهى الصراحة الجنب اليمين اصلا كل الهجمات بتاعتهم بتاعت الاتحاد جنب اليمين الشمال بتاعنا من ناحية كوكا، سواء في الشوط الاول وسواء في الشوط التاني، وكوكا مش مركز والحكم والمدرب مش مركز. يا عم تقفل الجبهه دي، نزل حد يغطي معاه، ومروان بيتغير من خط النص، يعني انت بتغير مروان وتنزل مكانه ديانج، انت عملت تغييرات اغبى من اللي كان بيعملها المدرب بتاع الاهلي اللي مشي، اقسم بالله اتعملت تغييرات اسوأ منه واغبى منه. في النهايه الاهلي بيصل للنقطه 21 على صداره ترتيب الدوري، ولكن الاداء مش احسن حاجه، الاداء مش احسن حاجه. القمه اهلاويه، الاهلي بيعود لمركزه الطبيعي قابض على الدوري، ولكن الماتشات الجايه صعبه بالمستوى ده ومستوى الدفاع ده. الف مبروك الاهلي وجماهيره، هارد لك لعيبه الاتحاد اللي لعبوا وعملوا نتيجه 10/10 بصراحه في امكانياتهم، ولكن لعيبه الاهلي عايزه شغل كتير. الف مبروك لكل الاهلاويه.